السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احنا هنعمل النهارده الرز بلبن، رز المناسبات السعيده. انا بحب الرز بلبن وبحب مناسبات الرز بلبن، ومن غير اي مناسبه ممكن حضرتك تعمليها لاولادك بشويه تركات واسرار. هيطلع رز كريمي بوش مكرمش يستاهل بقكم. يلا بقى عشان احنا مستعجلين. احنا معانا هنا مج من الرز، المج العادي الموجود في كل بيت او كوبايه معياريه. انا غسلتها كويس جدا، وهاتي حضرتك الحله وحطيها فيها، وهاتي 3 كوبايات من الميه العاديه، وحطيهم على الرز. وهنا بحط كوبايتين من اللبن او الحليب. ليه يا رودي؟ علشان يطعم الرز. انا ما احبش اسلق الرز في ميه عادي او ميه بس. هنا وبرفع كل الكلام الجميل ده على النار. هنرفع الكلام ده على النار. اول ما يبتدي كده في الغليان يغلي كويس جدا، نبتدي نطفي عليه ونغطي. هنسيبه قد ايه؟ هنسيبه من نص ساعة لساعة. يعني لو حضرتك فاضية كده سيبيه ساعة، لو مش فاضية نص ساعة كفاية. هيبقى بالمنظر اللي حضرتك شايفاه. الحليب والمية كلها الرز هيتشربوا. بعد كده انا بحط السكر في الاول. ليه ما بتحطوش في الاخر يا رودي؟ علشان الرز يتشرب السكر ويبقى متطعم بالسكر. مقدار السكر قد ايه؟ كوباية من السكر حلوة جدا يا بنات. هنبتدي بقى هنا ننزل بالحليب. الحليب ما بيكونش مغلي يا بنات. هننزل ببقية ال2 كيلو اللي احنا شلنا منهم كوباية. احنا شلنا منهم كوباية كمان على جنب، ونزلنا بيهم وما بيكونش مغلي. بقولها المرة التانية ما يكونش مغلي. هنسيبه بقى هنا يغلي مع الرز والسكر كده، وهنبتدي بقى ناخد الكوباية اللي شلناها وهننزل عليها بمعلقتين من اللبن البودر، ومعلقتين من الكريم شانتيه، ومعلقتين من النشا، معلقتين ممسوحين. وحضرتك ما تبالغيش هنا في النشا. لو حضرتك بالغتي في النشا الرز ما بيبقاش مكرمش او بوش مكرمش مع حضرتك. هنقلبهم كويس جدا. هنا بقى هتاخدي احلى واطعم رز زي اللي حضرتك بتاكليه كده بره. وهنبتدي نقلبهم وهننزل عليهم بعد اللبن ما يغلي كويس جدا مع اللبن مع الرز والسكر. هنبتدي ننزل بالخليط ده. هنبتدي بقى نقلب كده. لو عند بقى حضرتك كده حتة قشطة من وش اللبن يا سيدي، هتديها غناوة وطعم يعني اكتر من رائع. برضو حضرتك ما عندكيش ولا تزعلي نفسك، لان حضرتك حاطه لبن بودر وحاطه كريم شانتيه، فده كفايه. احنا بس عايزين ناكل حاجه كده خيال يعني. بس كده هنقلبه كويس وهنبتدي بقى. ما بيبقاش الرز كمان ان هو تقيل. يعني هو حضرتك تقلي او الرز يعني هو حضرتك تحس انه خفيف، تقولي لا انا ممكن ازود نشا. لا، سيبيه خفيف، هو بيربط مع نفسه وبيبقى بالشكل اللي حضرتك شفتيه في اول الفيديو. يعني هنا بوريكي القشطه اللي انا بخزنها من وش اللبن، يعني بحطها برضو بتزيد اللبن غناوه. بس تقلبتين كمان مع رشه فانيليا طبعا. وحضرتك انا نسيت اقول لكم ان انا بحط رشه ملح خفيفه عشان تظبط الطعم، ذره كده يعني. والفانيليا برضو نسيت اقولها بحطها في الاخر خالص، يعني يمكن قبل ما اطفي كده بثواني. بس قلبناه كويس جدا. بصوا، بصوا تحس كده ان هو مكرمش وهو لسه في الحله. هنبتدي بقى نطفي عليه ونبتدي نغرفه بقى. انا عملت في علب وكاسات، وما شاء الله تبارك الله. يعني حضرتك ممكن تعملي منه مشروع مربح جدا كمان. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. واتمنى لو عجبتكم الطريقة ما تنسونوش في اللايك والشير. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.